بنتابع مع حضراتكم تطورات تنفيذ مشروع مترو أبو قير أول بأول، والنهاردة جينا محطة الحضرة علشان نقول لكم إيه اللي بيحصل هناك، أحدث الصور على الطبيعة، وهتعرفوا وصلت لحد فين وإيه اللي بيتم تنفيذه النهاردة. الاختلاف ما بين اللي وصلنا له اليوم وما بين شكل المحطة أيام قطار أبو قير. كل ده هنعرفه مع بعض بعد ما تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والمتابعات والأخبار الجديدة في وقت حدوثها. ويا ريت زي ما تعودنا لايك للحلقة، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود، ويلا نبدأ. محطة الحضرة هي المحطة الثانية من محطات قطار أبو قير، وبعد استحداث محطة باب شرق في مسار مترو أبو قير الجديد، هتكون محطة الحضرة هي المحطة الثالثة بعد محطة الشهداء ومحطة باب شرق. والمحطة دي ليها أهمية خاصة نتيجة قربها من منطقة سكنية زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، وقربها كمان من كلية طب المواساة، واللي بيكون في عدد كبير من الطلبة هناك. هتساهم وجود المحطة بالقرب من الكلية بسيولة تنقلاتهم، وكمان قرب المحطة من مستشفى جمال عبد الناصر ومعهد البحوث وشارع أبو قير وعدد كبير من المرافق والخدمات، واللي كتير جدا من أهلنا في اسكندرية بيترددوا عليهم بشكل يومي، وهتسهل كمان المحطة من تنقلاتهم. الصورة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي بتوثق نفس المكان اللي حضراتكم شفتوه من شوية، ولكن أيام قطار أبو قير، وقت ما كانت القضبان موجودة زي ما حضراتكم شايفين، وكمان جراج القطر أو الورشة اللي بيتم فيها أعمال صيانة القطار، وقبل طبعا ما يتم تسليم الموقع للشركة المنفذة وتبدأ في تنفيذ الأعمال. وواضح جدا الاختلاف ما بين الفيديوهين نتيجة تقدم الأعمال واستمرارها بشكل يومي. وبيظهر معانا دلوقتي كمان في الصورة شكل المحطة القديمة، واللي كانت محاطة بسور زي ما حضراتكم شايفين. السور ده طبعا تم إزالته وتم تمهيد وتسوية الأرض في المكان اللي حضراتكم شايفينه بعد ما تم إزالة قضبان قطار أبو قير تمهيدا لبدء الأعمال المدنية والإنشاءات. القضبان الحديدية اللي حضراتكم شايفينها في الصورة دي الخاصة بقطارات السفر أو الأقاليم اللي بتسافر للقاهرة وغيره، لكن قطار أبو قير واللي قضبانه كانت من الجهة البحرية ونفس مكانها اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي بقت أرض وتم تسويتها كمان. كل يوم في جديد في تنفيذ مشروع مترو أبو قير، وبنحاول نرصد لحضراتكم أول بأول تطورات الأحداث، ونقارن لحضراتكم بنسب الإنجاز علشان تطمنوا معانا وتتابعوا سير تنفيذ الأعمال على أكمل وجه، ونعرف حجم المجهود اللي بيتم بذله في تنفيذ الأعمال دي. ونوجه الشكر الكبير جدا للشركة المنفذة شركة أوراسكوم كونستراكشن، وكمان جميع العاملين بيها، وهيئة السكك الحديدية اللي بتقوم بتسهيل وتذليل أي عقبات ممكن تقابل المشروع. ومعروف طبعا إن مسار مترو أبو قير في المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي هيكون سطحي، واللي هيبدأ من محطة الشهداء لحد محطة كفر عبده، وبعدها يبدأ يطلع على كوبري علوي ويكمل في المسار العلوي ده لحد أبو قير. وقلنا إن محطة الحضرة هتكون بعد المحطة المستحدثة الجديدة اللي هي باب شرق، وكمان بعدها هيكون محطة تانية جديدة وهي محطة سبورتنج، ودي كمان من المحطات اللي تم استحداثها. وكان قطار أبو قير بيخرج من محطة مصر لمحطة الحضرة لمحطة سيدي جابر على طول. لو حابين تتابعوا معانا كل يوم جديد آخر التطورات في تنفيذ مشروع مترو أبو قير أو أي مشروع تاني بيتم تنفيذه في محافظة اسكندرية، يا ريت تشرفوني دلوقتي بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والأخبار والمتابعات الجديدة. ويا ريت زي ما تعودنا لايك للحلقة، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود، وشكرا لكم.